ايه ازيكم؟ ايه ده؟ اسف على التأخير. الفيديو ده كان المفروض ينزل من زمان خالص، بس للأسف كان في شوية حاجات كده يعني عدوها لي يعني. فندخل في صلب الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. لو انت الكمبيوتر بتاعك لما بتيجي تشغل عليه اللعبة بيعمل كده، باك بالجزء التاني لأفضل ألعاب تلعبها على جهازك البطيخة. فمن غير كلام كتير ومن غير مقدمات كتير، يلا بينا ندخل على أحسن 15 لعبة تقدر تلعبها على الأجهزة الضعيفة. يلا بينا ولا إيه؟ يلا بينا. الفيديو اللي فات كنت جايب أفضل ألعاب لويندوز XP و7. المرة دي برضه هجيب لكم نفس الموضوع ولكن باختلاف شوية، فهحاول أخلي الألعاب تشتغل على النظامين، ولو في لعبة ما بتشتغلش على ويندوز XP فهحاول أعوضها بلعبة تانية. وبس عايز أقول لكم إن التصنيف ده هيبقى من رقم 15 ل1، وكل ما بنتقدم في اللعب يا جماعه لو على الطلاق ما انا صالح انتشار وكل ما هو في ايه يا جدعان النهارده؟ وكل لما بنتقدم تبقى اللعبة أحسن وأفضل، سواء من ناحية الجرافيك أو القصة أو الجيم بلاي. هنبدأ على طول بأول لعبة، وهي اللعبة رقم 15 Darkness of Days. لعبة حرب وقتال من منظور الشخص الأول، والجرافيك بتاعها مش سيء برغم إنها نزلت سنة 2009. لو بتحب ألعاب الحرب والقتال اللعبة دي ليك وش. اللعبة دي بتشتغل على ويندوز XP و7، وكارت شاشة 256 ميجا ورام 1 جيجا. فلو بتحب الألعاب دي زي كول اوف ديوتي وكده خش في اللعبة دي على طول. اللعبة رقم 14 شانك، سواء الجزء الأول أو التاني. لعبة تشويق وإثارة، ده مش كلام على فكرة، ده الموقع هو اللي كاتب كده، أنا معرفش هي تشويق وإثارة ولا لأ. سواء الجزء الأول أو التاني، اللعبة لعبة من الألعاب اللي هترجعك لأيام زمان. لعبة قتال وأكشن، وطبعا عشان هي 2D هتفكرك بألعاب زمان اللي هي الأتاري وكده، بس هي طبعا الجرافيك بتاعها أحلى بكتير. تشتغل على كلا الويندوزين XP و7، رام 1 جيجا، كارت شاشة 256. اللعبة رقم 13 The Godfather. المافيا بقى أيام بلاي ستيشن 2، والله أحلى ألعاب كانت أيام بلاي ستيشن 2، وهي بنت أفكار كتير لألعاب كتيرة تانية جت في المستقبل بعد كده. The Godfather لعبة عالم مفتوح، وانت بتلعب فيها بقى بالمافيا، فحاجة آخر إجرام يعني. اللعبة تشتغل على نفس الإمكانيات اللي فاتت، فلو بتحب ألعاب المافيا والمجرمين والعصابات والكلام ده فاللعبة دي ليك. اللعبة 12 Freedom Fighters. انت لو كنت بتروح سايبر قبل كده أو تعرف يعني إيه السايبر، أكيد قابلك الموقف ده. تبقى قاعد انت بتلعب في امان الله، وفجأة تلاقي واحد شارب سيجارتين او حاجتين كده بلبع حاجة وداخل على صاحب السايبر. فصاحب السايبر بيقول له انت عايز ايه؟ قول له بص يا باشا انا عايز لعبة ضرب نار. اللعبة دي بينطبق عليها الوصف ده بالظبط. لعبة هتخليك تقعد عليها بالساعات ومش هتمل، وهتسحلك جواها، وبتشتغل على نفس الامكانيات اللي فاتت بل واضعف كمان. اللعبة 11 Warcraft 3. عارفين كلاش اوف كلانس واخدة حاجات كتير من اللعبة دي، سواء طريقة العرض او طريقة اللعب، فهي نفس الحاجة بالظبط. فجربها وقول لي رأيك. اللعبة رقم 10 بورتال. لعبة ألغاز حلوة تقدر تلعبها على نفس الإمكانيات اللي فاتت، بس الجزء الأولاني بس. لعبة ألغاز فريدة من نوعها، وهتعصر دماغك لحد لما تعرف تحل اللغز. فلو بتحب ألعاب الألغاز جرب اللعبة دي. اللعبة رقم 9 Devil May Cry، وخصوصا الجزء الثالث. طبعا لعبة Devil May Cry غنية عن التعريف، لعبة قتال وكومبوهات وحركات، واللعبة دي برضو من سلسلة ألعاب بلاي ستيشن 2. عشان تعرفوا ان بلاي ستيشن 2 كان فيه ألعاب جامدة جدا على فكرة، وقصة اللعبة تخليك تلعبها وانت مستمتع وعايز تعرف هتوصل لإيه في الآخر. تشتغل على نفس الإمكانيات اللي قلناها.
2008 برنس اوف بيرشيا، سواء الجزء الاول او التاني، ابعد خالص عن التالت اللي هو كان اسمه برنس اوف بيرشيا 3D، او ساندز اوف تايم، او ذا وورير ويذن، او ذا تو ثرونز، او برنس اوف بيرشيا 2008، او ذا فورجيتن ساند. برنس اوف بيرشيا سلسلة شهيرة جدا ومن احسن السلاسل اللي تقدر تلعبها وتستمتع بيها. اللعبة دي قصتها تختلف من أجزاء لأجزاء تانية، يعني Sands of Time و The Warrior Within و The Two Thrones، التلات أجزاء دول مرتبطين ببعض، والجزء الأول والتاني متصلين ببعض، والجزء بتاع 2008 والجزء بتاع 2010 منفصلين تماما عن بعض. فتقدر تلعبها وتختمها وتعرف ايه قصة برنس اوف بيرشيا أو أمير بلاد فارس، وجربها وقول لي رأيك في التعليقات. اللعبة رقم 7 توتال اوفردوز، GTA المكسيكية. لعبة خدت GTA وعملتها بسخرية تماما. طبعا هي ما بتتريقش على GTA، لكن هي اصلا كمفهوم للعبة دي هي بتحب تسخر دايما من اي حاجة في اللعبة. اي حاجة المطورين عاملينها لازم يحطوا عليها زي افيه كده او اي حاجة عشان انت تضحك وانت بتلعب. فتوتال اوفردوز من افضل الالعاب اللي تقدر تلعبها، وهتصدقني هتضحك كتير وهتنسيك اي حاجه انت متضايق عشانها. اللعبه رقم 6 دراجونز ايج اوريجينز، هي لعبه تقمص ادوار خيال علمي ومحتاجه صبر كتير عشان تعرف تلعبها. فانت لو ما بتحبش الالعاب اللي لازم تصبر فيها او كده، او انت اصلا مش عندك وقت وعايز لعبه تسلي لك وقتك، اللعبه دي مش ليك. لكن لو انت عندك وقت فاضي كافي، العب اللعبه دي، لان انت هتدخل في العالم بتاعها وهتنسى اي حاجه وهتفضل عايز تعرف ايه هي احداث اللعبه نفسها. فلو جربتها وعجبتك قولي في الكومنتات. دخلنا بقى على التوب 5. اللعبة رقم 5 توم بريدر ليجندز. طبعا سلسلة توم بريدر غنية برضو عن التعريف وموجودة من أيام بلاي ستيشن 1، وحظك الحلو إن أنت تقدر تلعب الجزء ده على الأجهزة الضعيفة، لأن أنا أصلا كنت بلعبها على ويندوز XP. جربها وصدقني هتحبها. توم بريدر ليجندز بتشتغل على نفس الإمكانيات، وعلى فكرة كل الألعاب اللي فاتت بتشتغل على نفس الإمكانيات وما فيهاش أي حاجة أقوى من التانية، وهتشتغل سواء على ويندوز XP أو 7. رقم 4 هيتمان، وخصوصا جزء هيتمان اوبسليوشن. تقدر تلعب كل الأجزاء من أول جزء لحد جزء اوبسليوشن. طبعا بقى مهمات التسلل عشان تختال ناس لأن أنت قاتل مأجور وكده. اللعبة صراحة جميلة جدا، وفي أجزاء أصلا من اللعبة دي زي بلاد ماني، والجزء ده النقاد قالوا عليه من أفضل الألعاب اللي اتعملت في التاريخ. رقم 3 ديد سبيس، الرعب والأكشن. وبص اللعبة قدامك واحكم بنفسك، انا هسيب لك كده كام ثانيه تشوف اللعبه، انا مش هقول لك حاجه تانية، برضو بتشتغل على نفس الامكانيات. رقم 2 ماكس بين، سواء الجزء الاول او التاني، من الالعاب الحلوه جدا، وهتعرف بقى قصه ماكس بين وايه اللي حصل له والكلام ده كله. اللعبه دي برضو نزلت على بلاي ستيشن 2 قبل ما تنزل على البي سي، فلعبه تستحق انك تلعبها عشان تعرف قصتها وتعرف ايه اللي هيحصل. وصلنا للعبة الأولى سليبينج دوجز. عارفين GTA ولعبة مافيا؟ مكسهم مع بعض هتطلع لك اللعبة دي. شفت بقى الميكس ده كله؟ حطه بقى في اليابان، المافيا اليابانية، وكأنك بتلعب GTA. ولعبة رائعة تشتغل على الجهاز بتاعك. العب الجزء الأولاني خالص اللي هو أول جزء طلع كده. أنا خلصت، فأتمنى لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول، وشير الفيديو ده مع أصحابك اللي ليهم أجهزة ضعيفة ونفسهم يلعبوا الألعاب. فقبل ما نختم ما تنساش تدعيلي دعوة حلوة كده علشان إيه عرفتك على الألعاب دي. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. وهقول لك ما تدعيليش تاني يا صاحبي، ما تدعيليش تاني. سلام.